السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم عندي في القناة. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غنحضر معكم تحلية كتجي روعة في المذاق، وكذلك بطريقة جد بسيطة وسهلة وما كتشدش معكم الوقت بزاف. راكم عارفين دابا رمضان على الابواب، ما بقى ليه والو ان شاء الله راه يدخلوا علينا بالصحة والسلامة، وكنبغيو بحال هاد التحليات وبالاخص اللي ما كيشدوش لينا الوقت بزاف. فما عليكم غير تشوفوا معايا الفيديو ان شاء الله حتى الاخير باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. وكنبغي نقول لكم مرحبا بكم عندي في القناه، ولا ما كنتوش مشتركين ما عليكم غير تشتركوا وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ديالي. فابقوا معايا ان شاء الله باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. فبسم الله على بركه الله. انا كيف كتشوفوا معايا عندي واحد ربعه ديال الفريز اللي قطعته مكعبات على هذا الشكل هذا، وعندي جوج المعالق ديال السكر وساشي ديال الفاني. بالنسبه للسكر انا اكتفيت غير بجوج المعالق، ما بغيتش التحليه ديالي تجي حلوه بزاف، فاللي كيبغي الحلاوه تقدروا تضيفوا حتى 3 ديال المعالق. غادي نضيف هاد المكونات في كاسرونه، وغادي نضيفهم على النار تكون مهيله، ما ديروش فيهم لا ماء لا والو. الفريز راه كيطلق الماء ديالو، كذلك السكر ملي كيبدا كيذوب ليكم كيزيد يطلق حتى هو كيزيد يطلق الماء. كنخليو هاد المكونات فوق النار كيف قلت لكم تكون مهيله مع التحريك مره حتى كيولي لكم هاد الخليط كيولي لكم خاتر. من بعد غادي تشوفوا معايا كيف غادي يولي. هنا كيف شفتوا معايا وكيف قلت لكم ملي نضفتو فوق البوطه راه بدا كيطلق الماء، وغادي يزيد يطلق على هكا، يعني غادي يزيد يطلق الماء ديالو. داكشي علاش قلت لكم ما ديروش ليه الماء. بالنسبه للكريمه غادي نحتاج واحد نص سيترو ديال الحليب، عندي جوج المعالق كبار ديال النشا مايزينا، ومعلقه كبيره ديال السكر، وساشي ديال الفاني، جوج فرماجات. بالنسبه للسكر كذلك في هذه الكريمه اكتفيت غير بمعلقه واحده فقط. التحليه كتجي هي هذيك في الحلاوه، ما كتجيش حلوه بزاف. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش الحلاوه تكتفيو غير بهذه المقادير هذا. ومن طبيعه الحال اللي كيبغي الحاجه حلوه راه غادي تزيدوا معلقه مع الفريز، ومعلقه اخرى مع هاد الكريمه هذه. كنخلط هاد المكونات مزيان، ومن بعد كنضيفهم فوق النار كذلك تكون مهيله. مع التحريك ضروري ما تخليوهمش زعما فوق البوطه وتنساوهم، ضروري تبقاو كتحركوا. هنا بالنسبه للبسكوي غادي نستعمل هذا البسكوي هذا. تقدروا تستعملوا اي بسكوي متوفر عندكم او اي بسكوي كتبغيو. هنا كيف كتشوفوا معايا عندي اللوز وعندي كاوكاو مهرمش. تقدروا تستعملوا اي من الفواكه الجافه متوفره عندكم واللي كتبغيو بطبيعه الحال. فانا كانوا متوفرين عندي اللوز وكاوكاو فغادي نستعملهم. بالنسبه للزبيب ودانون غادي نخليهم غنضيفهم على الكريمه البيضاء اللي حضرت معكم. الزبيب كيجي فيها خطير في المذاق. وبالنسبه للدانون تقدروا ديروا حتى الفاني الا كان متوفر عندكم. انا استعملت هاد الدانون مسوس كيجي خطير في المذاق. هنا بالنسبه للبسكوي غادي نديرو في واحد الميكا، وغادي نبدا نجيب المدلك وغادي نبقى كنخبط فيه على هذا الشكل هذا حتى كيتفرتت. اللي بغى يدير الماكينه يديرها، لكم الاختيار. راكم عارفين في رمضان ما كنبغيوش نقويو علينا كثرة الماعن، فما عليكم غير بهذه الطريقه هذه، وما كتشدش كذلك الوقت بزاف. هنا كيف كتشوفوا معايا الكريمه غير كتوصل لدرجه ديال الغليان كتحسوا بها بان بدات كتختار لكم على هذا الشكل، كتطفيو عليها، ما تخليوهاش كتبدا كتغلى لكم فوق البوطه. غير توصل لدرجه ديال الغليان كتطفيو عليها. ومع التحريك من طبيعه الحال ملي تكونوا دايرينها. هنا كذلك الفريز كيولي لكم خاتر، راه كتشوفوهم معايا واخا هكاك راه باقيين سخان. داكشي علاش كيبانوا لكم شويه باقيين جاريين. فمن بعد ملي كيبداو كيبردوا عفوا كيزيدوا يعقدوا لكم.
هنا غادي نضيف البسكويت ديالي فوق. غنحاول انني نوزعه في الكؤوس اللي عندي. بالنسبه لهاد الكميه هذه اللي حضرت معكم، عمرت ليا 7 ديال الكؤوس من هذا الحجم اللي كتشوفوا معايا في الفيديو. فلا كنتو زعما كتر في الدار، يعني افراد العائله كتر، تقدروا تدوبلوا المقادير. هنا غادي نضيف دانون، وغنضيف كذلك الزبيب، راه كيجي فيها روعه في المذاق. وتقدروا كذلك ديروا، الا كان عندكم جوز الهند وبغيتوا ديروا، تقدروا تضيفوه في بلاصه الزبيب، حتى هو كيجي روعه في المذاق. شفتوا ما حدها كتزيد تبرد وهي كتزيد تعقد ليكم. كنبقى مستمره على هذا الشكل، كنخلط دوك المكونات وكنضيف كذلك الزبيب، وكنعاود نخلط مره اخرى. ومن بعد كنعاود انني كنوزعهم في كاع دوك الكؤوس اللي عندي. يعني جاني العبار هو هذاك. وفي هذا الاثناء غادي نضيف كذلك الفريز، حتى هو غادي نوزعو كاع على دوك الكؤوس عفوا. وفي هذا الاثناء كذلك كنضيف المكسرات، راه كيجيو فيهم روعه في المذاق، كيتواتوا مع هاد التحليه. وكنضيفهم في الثلاجه حتى كيبردوا لينا تماما. وبالنسبه للزين هنا كيف كتشوفوا كيبقى اختياري. الا كانت بقات عندكم واحد الكميه ديال الفريز، راه كتزوقوا بها هكا من الفوق. وكنقدمهم لكم بالصحه والسلامه ان شاء الله. وكنتمنى ان هذا الفيديو ينال اعجابكم، وانكم تجربوا هذه التحليه، راه كتجي زوينه بزاف في المذاق. كذلك راه ما كتشدش معكم زعما الوقت بزاف، راه دغيا كتحضروا بلا مدا. تقدروا تحضروها لوليداتكم مره ولا لا كانوا جايين عندكم الضياف هكا مورا الغداء ولا مورا العشاء. علاش لا، راه كتجي الصراحه زوينه بزاف في المذاق. وكنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ولا جربتوها خليو لي في التعاليق وقولوا لي كيف جاتكم. وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، وشكرا لكم بزاف على المتابعه. آه، وكنبغي نقول لكم لا ما كنتوش مشتركين، ما عليكم غير تشتركوا معايا وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ديالي. وهنا من بعد ما خرجتها من الثلاجه كيف كتشوفوا راه كتولي خاتره وكتولي روعه في المذاق. كنتمنى ان شاء الله يا ربي تعجبكم. وبسلامه عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده. الى اللقاء.